እሺ قريت آخر قاميت خبها لسنها بستغال المدن أغلل كبولة مجمرة سلامتا نقول لك نحوات نقول لك نحات دك أنستيو أديتات حوات كم أون دك تبعتيو أبوتات نحواتن نزم عالت ذي كبريبكم ممساخم كبري كجلس لكم مسكانة وكجلس لكم بشم محبر دك أنستيو سم إرتراوان سمين أمريكا كبرن مسكانة كجلس لكم فتو እዚ መዓልቲ እዚ ከም መቐፀልታ ናይቲ ብዓለም ለኸ ዝካየድ ጎስጓስን ካምፔይን ኣንጻር ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ሎሚ ዓመት ከዓ ብፍልይ ዝበለ ኣብ ዲጂታላዊ ስፔስ ዝግበር ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ዝብል ቴማ እዩ ዝጉስጉስን ዝቃለስን ዘሎ እዚ ከዓ ኣካል ናይቲ ኣብ መላእ ዓለም ብዩኤን ዊመን ወይ ከዓ ብናይ ደቂ ኣንስትዮ ክፋል ናይ ዩኤን ዝካየድ ዘሎ ካምፔይን እዩ نزي إنا خالو معنتي كم إيرتراوين متن نتاب إيرتراوين دك أنستيو زورد عمت نحنا بأكل كم أكلنا تقولنا خنك ألس بقوانا بستوسد تبقصو تأكيبنا زلنا مالتي سلازي كلهم ما بزيا كل خات كنا بز ترخيب كنزلهم كلهم ما بز ترخيبكم زلهم كبريك بأكميو ندقخمن نحواتكمن ننستخمن مكلاس كأني نهواتكمن عبد ترى عبي حاجز كم دلو بزقاتامي يمسجنكم أو خلوخو خاي خزخاخركم دل مالتي إذا قدم مقبارنا كان من مجمارنا خلو تمدب كم إيرتراوين متن بزعبا إيرتراوين دك أنستيو سلا نزارب سلنا نخلهم توم نعانا كابتي زنبر حماق كونتات كام مجزعتن قالن كوتسو زتسوؤن نعوم بمذكار كنجمرو إنا دحار السمس كبرنا ناو أدوم برك حلفكم مالتيو داقي ما يغنيلنا نحانتي دقيق نهي حلنا نهي ذكرى سماعتات تقوروا بزاك أتعمل سواعكم فيفن حفتي كمان لخي مرحبا أدوم برنا تسقى عمل لهم كل واحدكم قاعدة حن مساهم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم اسمي كوثر عبد الرحمن الأخت فيفن ستساعدني في تقديم هذا البرنامج وهو نحتفل اليوم بالعنف اليوم يعد العنف ضد النساء والفتيات واحدا من أوسع انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستحفالا في العالم وتشير التقديرات العالمية إلى أن ما يقارب امرأة واحدة من كل 3 نساء تعرضنا على العنف مرة واحدة على الأقل في حياتها العنف الجسدي أو الجنسي من شريك حميم أو العنف الجنسي من غير الشريك أو لكلاهما وتفاقم هذا الوباء في سياقات مختلفة لكن حملة هذا العالم الخاصة باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة تركز على سياق بعينه الفضاء الرقمي أو الإلكتروني نحن كأعضاء جمعية المرأة الإريترية في شمال أمريكا نرحب بكم جميعا واليوم سيكون لنا لقاء خاص عن هذه الحملة التي سنتكلم عنها فيما بعد أود أن أبدأ هذا البرنامج بأننا نذكر إخواننا الذين ضحوا من أجل هذا البلد ولهذا نقف صمت دقيقة صمت لحداء على الذين ضحوا بحياتهم من أجل هذا الوطن الحبيب إريتريا فلنبدأ هذا moment of silence تفضل بسلام عرفوا تفضلي أخت فيفن introduce قبلنا حفتنا تسقى ولد مريم اوكي ثانك يو يغني لنا كوثر حفتي داس بلني مساخ خوينا نزمة بمرحو بتعملي داس بل ثانك يو سلا زقبركيو ترجم
قوقل كارداني كم تزد الله يكونن يغني لنا بزعقات أمي نحفتنا وزارة صقا ولد مريم أدوم برناي أوانا مدرخ كهبعينا ناي مقفتي مدرخ تسمع لنا وزارة صقا أميت يغني لنا يعني اللي لو معلتي كل قدراتكم أو نزيدكم نايكل تشحن إسران حمشتن عمت قبل على دك أنسيون موجا زجبر وفري لمستاف أبزب مركبكم بسم إيرتراوي محبر دك أنسيو سمين أمريكا وانا بسفي حدما بسم إيرتراوي والنستيتي لباو سلامتين عزوز مسجانين كقربلكم أفقدوا لي كم تفلتوا قبل على دك أنسيوز في تسمع عمت موجات أبنوسو كف عمت كف حدار إسران حمشتن جميرو كسب تحساس عسرته أملا علم بتساتفو ناي كل منقستاتن سيبيكاو محوراتن زي منقستاو تكالاتن ناي من لقح وفرز الكايدو اللقزي محورنا دما تساتافيت ناي زوفر بمخان كابتن عسر شدشتا ناي وفر معالتات حانت معالتي أو كل خنعات علم فحيدو زولو هزبنا بحوار ززتيلو معالتي تدالو أبرئسيو أب نفس وكف ناي وفرا معلتي أستمروتات بيوتيوب تزرقح نايزلنا ناي عمت بقوانا استدالوه وفري فولي زقابرو اتخاب حدار إسران حمبشتن جميرو كزرقح زقاني أستمروتات بتاساتا في النت ناي دك أنستيون دك تبعتيون مقاني إذا دما نفتحق نقالس كلنا كلاتنا صوتاو في اللي كير أنا صار عمت دوك نبل كم زلنا زمسكرين مو بزقات أمزي نخلهم أبز وفرز تساتفكم من زي تساتف كنن بسم وانا مسكانا يقرب أبنوبسو كف عمت ودب حرات منقستات فلي ناي تعمد شرحو ويتيما كمون ناي وفري فلي حبري وسن هقرات نهزبهم كحبرون كالعالون يتحساسن أبكرتشحين شمونتن ودب حورات هاجرات حبري أرانشي كم وقعوا خبري خون وسينو بقينا هأخذنا أرانشي تخدينا زلنا كون دحالنا يا أرانشي حبري أما العلم صوتاو سرزلو على عمت نموقات نايز قبر من قصاص نحدنت ملكت كوينو يقصلالو نارانشي حبري تترجم انتاين دحريلنا symbol of the future and hope تسفى أو انتاوي الرأية ناي ملصائي زحبر حبري بقوم يوم كأرانشي حبر مريضو ناي زعمت ناي زياء ناي كالتشحن إسران حمشتن وفرتي معها حدنت ما انتي متفقة بالعلن لك أنستيو أوالدن أنستنز فتسم ديجيتالاو عمت نموقادي زبل إذا بفلايني إيرتران دك أنستيو واناوي سلامتايسي أبزيق زيزي كم نعزو زلنا لدك أنستيو أفن ملقوامن أفراريح كان مملخنن زقبر إلكترونيكا عمت قنينو يركب قلنا يبر عسم تطائمهم قليهم كأب قهدي قبل على دك أنستيو بإنترنت زقوان بزلو حدش متقعتين عزبا لنا أبهاجرنا فتحين من قاس نقالس ألنا زبلو ون كي ترفو دفيرن مرقص نزو السدان زاروان دك أنستيو أب إنترنت نمتسألنا من زكايد نورام وفرن زنزرات إيافة صرفتاتن كي تغزكو حل فايدلن مهم حبرة تسب نزل دحور زي فتحاوي وستاتات نمقالاس بحبار انتاي كنقبر زبل حتو خنا العلم ناقدني أمو نزن سعبات زي سعبار إيتوتات بخمزي زي سعب كافلوكم أفقدوا لي تخقبر علون بلو تتقدم نقبصو لنا انتاي كنقبر علنا إلكترونيكا عمز كل جزي فلا يدم قبل إلى دك أنستيو نحدنتنا زبتن نحبراو سرحتنا زرق مهانو مردع
أمونغونا بزعبا زهلو ناي رأيان التحساسبان فللي تتصاورنت كنطري يقبأ بسلطنن سيبيلاون أقباب أميت بمأتاو كنقراربو إن كان هابان كنلمد كنسعر تمراتي نفلليات كنسقرو مزين هالكي تخبابير كامن بارز بحال كمزولو زي مرسع كينو زربا بمسقوام بقبري حابيرنا نزي إلكترونيكاو عمت بتري تقاومنا مسمع نتن بتبعت بزي فرحي بنفس متأمان أب إنترنت حساباتن زقل سعيرتوان دك أنسيو كاب دورتو زسحاته نورا صوتاتو كور متقعتي مكل خالن دمتن كسمع علوز خلا عدلات مفاد نتوم نمورالاوي مهسيتي زك العون تحت تخم زخونو مقبار تكنولوجي مصاعنا نمحياش ننحدحنا كنمهارلون كنرادادالون امبر بحسب كوانا نزتفلي نمدهالن عفون ملكاتن نكيبو المتنقا إيرتان دك أنسيو بناي ديجيتال عالم أفلوت أنز سفحالون زمهارالون ببقى زساتفالون دمتسن بعوتا زسمعالون كون امبر بزقبرلن استفلالي تصنوتات سقطها زمرتقالو كيكون حبيرنا مسرح أما جرشة بزا أقاطامي أبزي أبلعلو دك أنسيو زورد عمت نموقاد وفر نكايدولو زلنا والحدار كلت إيرتان دك أنسيو أبتم انتفتحن سلام زكايد كالسي بأبور كتان تفلاتنت وي أورد مركابن كحبر كلخو قرعاتنا تسمعني نساتن دما حانتي دكتور الغانيش فسحة غاندي مسراتيتن بريسيدنتن نايت بسم غاندي زتصوع NGO بعسران حدن حدار فتشعن عسران عمشتن كاب كاستيليون فيورنتينو زركب ماريو سبينا زسمو تياتر كاب انترناشنال دونا أوورد نايك تشحن عسران عمشتن تقباليت Women for Peace ويقوال ستيتن السلام أورد كتكون كتبقع كلا أتخل إتخاء بنسات هاي مسراتيت بوان دي سيوم زفلت محبر دماء أو إرتاز فتسم قساتات سبقاو مسالات بمقلعة تقباليت ناكل تشعن إسران حمشتن Magnetistic Human Right Award كتكون بغيع ناحتنا دكتور الغانيش غاندن فانسا صحيين بسمين بسم كلهم اتم اب ايرترا فتح كنجز قالسون انقع حقوسكن اناولكو زربا يبزعاتو صنيركم سمعكم ننا مسكنكو حوت نفتحو قالس حزب ايرترا نصان لعلاويتن ايرتران زلالم تنبر نصا ودبانا وحسنت مسلنا يعني لي Thank you, Sister Saga Waldemariam, for giving us an introduction speech on today's activity. الترجمة باللغة العربية بالنيابة عن نفسي وعن الجمعية الإريترية جمعية المرأة الإريترية في شمال أمريكا. نشكر حضوركم لهذا اليوم في مشاركة هذه الحملة. اسمحوا لي أن أتقدم بأحر تحياتي وامتناني بالنيابة عن المرأة الإريترية في شمال أمريكا على نطاق أوسع. كما تعلمون تنظم الجمعية جمعية المرأة الإريترية في شمال أمريكا سنوياً من 25 من نوفمبر إلى 10 من ديسمبر حملات توعية حول العالم بمشاركة جميع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لإنهاء هذا العنف ضد المرأة. وتستعد جمعيتنا كمشاركة في هذه الحملة لتخصيص 16 يوماً للحملة، يوم واحد لأبناء شعبنا المنتشرين في جميع أنحاء العالم للنقاش معا. وبالإضافة إلى ذلك تنشر جمعيتنا محاضرات على يوتيوب في كل يوم من أيام الحملة،
وما يجعل حملة هذا العام مميزة في توقيتها هو أن المحاضرات التي بثت من 25 من نوفمبر إلى يومنا هذا حضرها رجال ونساء على حد سواء، وهذا يثبت أنه عندما نناضل من أجل العدالة يجب علينا جميعا الوقوف في وجه العنف بغض النظر عن الجنس. أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر جميع من شارك في هذه الحملة في كل عام. تحدد الأمم المتحدة شعاراً أو موضوعاً مميزاً لهذا العام، بالإضافة إلى لون مميز للحملة، وتشجع الدول على توعية شعوبنا وتعبئتهم. في عام 2008 قررت الأمم المتحدة اعتماد اللون البرتقالي لوناً رسمياً، ومنذ ذلك الحين ظل اللون البرتقالي رمزاً للوحدة في حركة القضاء على العنف ضد المرأة القائم على النوع الاجتماعي حول العالم. يشير اللون البرتقالي إلى الأمل والتفاؤل رمزاً للمستقبل والأمل المشرق. موضوع حملة هذا العام هو العنف الإلكتروني أو العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات لتدمير الوحدة، وهذا موضوع حساس بشكل خاص بالنسبة للنساء الإريتريات، فالعنف الإلكتروني لتكميم أفواه النساء وترهيبهن عبر الإنترنت، وهذا هجوم جديد على النساء عبر الإنترنت. بعضهن يستخدمن أسماء مستعارة وبعضهن علنا. أود الإشارة إلى الحملة المخزية والإهانات البذيئة المنتشرة على الإنترنت ضد النساء اللواتي يجرؤن على اتخاذ موقف والتعبير عن آرائهن، حتى أولئك اللواتي يدين بالنضال من أجل العدالة في بلدنا. لذا كمجتمع يجب أن نتساءل عما يمكننا فعله معا لمحاربة هذه النزاعات الرجعية وغير العادلة. اسمحوا لي أن أشارككم التعليقات التالية. أولاً، إدراك أن العنف الإلكتروني دائماً وخاصة ضد النساء يزعزع وحدتنا ويعيق عملنا معاً. من المستحسن أن نحاول التحلي بالتسامح مع اختلافات الفهم والمواقف، وأن نقربها من خلال المشاركة في مناقشات حضارية ومدنية، وأن نعتاد على العطاء والأخذ، ونتذكر أن هناك ما يسمى بالعيش معا عندما لا نستطيع تجاوز الاختلافات. ثانياً، الذهاب أبعد من الكلمات، وبالفعل معا نعارض بشدة هذا العنف الإلكتروني. ثالثاً، منع النساء الإريتريات من التعبير عن آرائهن بجراءة وثقة على الإنترنت وتوفير الفرص لهن. لا بد أن نحارب هذه الأفعال. وأيضاً محاسبة من يعرضهن للأذى المعنوي. يجب استخدام التكنولوجيا للتثقيف والتواصل فيما بيننا لتحسين مستقبلنا. العمل معا لضمان قدرة النساء الإريتريات على توسيع معارفهن والتعلم والمشاركة بفعالية وإسماع أصواتهن عبر العالم الرقمي بدلاً من اختيار الصمت بسبب ضغوط مختلفة. وأخيراً، يسعدني أن أعلن أن امرأتين إريتريتين قد حصلتا على جائزة لمساهمتهن في النضال من أجل العدالة والسلام في نوفمبر هذا العام في إطار حملتنا لإنهاء العنف ضد المرأة. الأول هي الدكتورة الغانيش فسحة غاندي، مؤسسة ورئيسة المنظمة غير الحكومية المسمى باسم غاندي، في 21 من نوفمبر 2025 في مسرح مارينو سبينا في كاستيليون. حازت على جائزة امرأة من أجل السلام لعام 2025 من جائزة دونا الدولية. والثانية هي الأستاذة فانيسا تسهاي،
فانيسا صهي مؤسسة يوم واحد حصلت على جائزة ماغنيستيكي لحقوق الإنسان لعام 2025 لفضحها انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا. أود أن أهنئ أختنا الدكتورة الغانيش غاندي وفانيسا صهي بالنيابة عني وعن جميع المناضلين من أجل العدالة في إريتريا والنصر لنضال الشعب الإريتري العادل. عاشت إريتريا حرة ذات سيادة، وشكرا. يغنيلنا بطعمي صبق كابتناي عدومبر بزيدنا أسكيركي ريبكي كاسر حفتي بطعمي صبق يغنيلنا صبق سبيتش أتزحقسك نجار انتايو أتي وضعدك أنستيو أبتاد ዝተወፅዐት ወይ ከዓ በብሓደ ከምዚ ክበልዕ ከሎ በብሓደ እንስሳታት ጎጎቲቱ ዝበልዖም ኣብተን ዝተወፅዓ ጥራይ ተሓፂሩ ከይተርፍ ናይ ውልቃዊ ሰባት ቃንዛ ኮይኑ ከይተርፍ ከም ናይ ሕብረተሰብ ቅልውላው ጌርና ሓሲብና ናይ ኣሕዋትና ከምኡ እውን እቶም ደቂ ተባዕትዮ እውን ኣብ ኣንስትኹም ኣብ ደቅኹም ኣብ ኣሕዋትኩም ዝወርድ ዘሎ ኩልና ብሓንሳብ ሱቕ ኣይንብልን ኢልና ከምዚ ዓይነት ምግባርና ብጣዕሚ የኹርዓኒ ደጊመ ኩርዓተይ ይገልፀልኩም ንኩልኩም ዝትገብርዎ ዘለኹም ትገብርኦ ዘለኽን ማለት እዩ ክብሪ ይግባኣክን እዩ ክብሪ ከዓ ይግባኣኩም ዘበን ስቕታ ኣብቂዕሎ ማለት እዩ ስቕ ንብሎ ነገር የለን ድሕሪ ሕጂ ወፃዓሪ ኢና ክንለዓል ኢና ብሕልፊ ከዓ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እተን ወለዶታት ዘፍርያ ዘለዋ ስለ ዝኾና ነተን ነደቂ ኣንስትዮ ምክልኻል ማለት ንመፃእ ወለዶ ምክልኻል ጌርና ከነሓስቦ ድሕሪ ሕጂ ነዚ ከዓ ከም ሓላፍነትና ጌርና ስለ ዝወሰድናዮ ንኩሉ ግዜ ከይቋረፅና ሓቢርና ክንሰርሓሉ በዛ ኣጋጣሚ ንኩልኩም ይፅውዕ እዚ ምናልባት ከም መእተው ክትብዮ ትደሊ ካብ ስራሕፍተይ ቅድሚ ምዕዳመይ እቲ ሓፈሻዊ ሌኣውት ናይ ናይ ሎማዓንቲ መደብና እንታይ እዩ ሰለስተ ኪኖት ስፒከርስ ኣለዋና ኣሚራ ቀዳመይቲ እያ ብክብሪ ናብ መድረክ ክዕድማ እየ ነዚ ከዓኒ ካብ ስራሕፍተይ እውን ናታ ብዓረብኛ እውን ናታ መእተው ክትገብር በዛ ኣጋጣሚ ፅውዓ ማለት እዩ يغني إن شاء الله سنبدأ البرنامج لهذا اليوم. عندنا ضيوف ثلاثة منهم. الأولى هي الأخت صابرينا أنا مجمر تحت زارب حكي. أوكي صابرينا جميل أمان، أهلا وسهلا ومرحبا بك. تفضلي عبر هذه المنصة، نرحب بك. وصابرينا هي غنية عن التعريف، هي تعيش في أمريكا في واشنطن دي سي اريا، وعندها نشاطات كثيرة لدعم اللاجئين الإريتريين في السودان وفي أنحاء العالم، وعندها هذه الحملة التي هي تقودها برئاستها. نشكر لها هذا التفاعل مع الإريتريين اللاجئين المحتاجين، وشكرا لها. وتفضلي صابرينا جميل أمان، الله تعونك. Sabrina Aman. All right. Thank you so much, Iwana, the Eritrean Women's Association of North America, for inviting me to speak today. I am honored. I am humbled to be part of the community on this very, very important day, International Day for the Elimination of Violence Against Women. It's an honor to be here. Let me briefly introduce myself and the work that I do to help you understand why I am very, very passionate about the topic of domestic violence against women. I am the founder of RefuCare, a small charity organization that serves Eritrean refugees in East Africa. I'm also a documentary director on social and humanitarian issues. But 3 years ago, I decided to transition into becoming what I call a confidence coach, where I help women rebuild their identity, their confidence, and their self-worth after experiencing trauma, particularly after divorce and the domestic violence they experience in divorce. And you might wonder, what made you become a confidence coach? Why did you transition? And I'll explain that. So at first, I started as a career coach
to help women elevate in their career. I love supporting women and I love helping women become financially independent. One day, 3 years ago, I posted a video on social media, on Instagram, about women who experience divorce and how divorce can lead to losing your confidence. I didn't really think anything about the video. I just wanted to talk about how women can lose their confidence after divorce. I woke up the next day to 2 million views and thousands of messages from women all kinds of stories of various types of domestic abuse that these women encountered, and they had nowhere to go for support. Some of these women did therapy. Therapy is fantastic, but therapy focuses heavily on the past. These women do not have anybody to talk to, especially in our community, in our culture. Divorce is seen as something shameful. It's taboo, especially for women. Women do not talk about divorce, let alone the domestic violence they're experiencing in their marriage, because the community will blame the woman for the problems in her marriage. So the woman will find herself in an abusive and toxic marriage with no support from anyone. So she decides to stay in a toxic marriage to avoid toxic criticism from the people that she cannot ask help from. So I realized, okay, I'm a career coach. We have career coaches, we have leadership coaches, we have executive coaches, we even have marriage coaches, we even have divorce coaches, but we do not have coaches that help women rebuild their confidence, reclaim their power after divorce. And when that video reached 2 million people, it was a very clear sign from God that this is what He wanted me to focus my attention on. And that's where I started the journey. And you might wonder, well, what does divorce have to do with domestic violence? Well, let me tell you. 1 in 3 women have experienced domestic violence during their lifetime. In 2020, about 47,000 women and girls were killed by an intimate partner. That's 1 girl every 11 minutes. And divorce is the second biggest grief after the death of a loved one. This means the same pain and grief that we experience when we lose our loved one in death is the same grief that people experience when they go through divorce and domestic violence. But they do not have the same support that those people who grieve death. They do not have the same support from the community. They do not have support from anyone. So they grieve alone because they know they will get judged. Why? Because it's taboo to get divorced. It's taboo to leave your spouse. And therefore, it's just better to stay in a toxic marriage because nobody's going to support you. And most likely, if you're a woman, you're going to get blamed. So you're told to be silent. You're told to endure. You're told to be patient. You're told to pray to God because God will solve everything. And yes, praying to God is so important. But why should a woman stay in a toxic, abusive marriage? Because she's afraid to ask for help. What does that say about us as community when there are so many women who are experiencing all kinds of abuse? What does that say about us for staying silent? And I'll tell you at the end of this presentation what we can do as a community to reach out to women who might be suffering in silence right now as we speak. There's different types of abuse. There's what we all know as physical abuse. And oftentimes people think, when we think of domestic violence, we think about physical pain that is being inflicted on a woman. But you know what's greater than physical pain? Emotional pain. Okay, this affects a woman much greater than physical pain, and it causes greater mental health problems for a woman than any physical pain. 40 to 60% of women who experience domestic violence say that the domestic violence they experience is psychological and emotional. And usually emotional abuse starts before physical abuse. And it's more damaging than physical abuse. And the trauma, you cannot see the wound, it's invisible, but it's very, very damaging to a woman.
Here are examples of emotional abuse, and some of it might sound familiar to you. When a husband curses at his wife, when he calls her by degrading names, when he gaslights her. Gaslighting is when you make your partner feel crazy. Women do this as well. By the way, when I talk about abuse, men experience abuse as well. But for the sake of today's topic, we're going to focus on women. Gaslighting is when you make your partner feel crazy for the pain you're inflicting on her. You deny her truth. You deny her reality to the point where the woman actually starts to feel crazy even when she's not. When you yell at your wife, when you say hurtful things to her and damage her self-esteem, when you threaten her, when you're constantly criticizing her, when you're humiliating her, it damages a woman's identity, her confidence, and her self-esteem. And it takes a toll on her mental and emotional and physical health. It causes her depression, anxiety, PTSD, sleep disorders, and oftentimes the safest thing a woman feels, the safest thing a woman wants to do to get rid of all of that pain and shame and taboo around this subject is commit suicide. Can you imagine a woman who silently goes through domestic violence at home, doesn't feel safe enough to come to us to talk, to seek help, and to seek support because she's afraid we're going to judge her? So she either decides to suffer for the rest of her life or she decides to end her life. That is a responsibility that we have as community to reach out to women to ask them if they are okay. A lot of women say that the words and the abuse they receive from their husband verbally has a higher and more impactful damage than any abuse they can get physically. And then there is financial abuse. When a husband controls his wife's finances, when he doesn't want her to work, when he withholds her money, when he forces her to quit her job, when he monitors all her spendings, when he starts, opens credit cards or starts accounts under her name, when he runs her credit on purpose to damage her credit. It is a form of control, and oftentimes that starts when the emotional and physical abuse is starting. And 94 to 99% of women who experience domestic violence experience some sort of financial abuse. Why do men do this when they want to abuse their wives? Because they don't want them to escape. When a woman has money, she has freedom. When a woman has money, she has choice. She has power. And an abuser and an oppressor does not want his woman to leave. So the best way to keep her hostage and oppressed is to control her money. How to get help. If you or anyone you know is experiencing any kind of emotional, physical, or financial abuse at home, please know that help exists. Contact your local domestic violence hotline. It doesn't matter where you live, there is a domestic violence hotline. Reach out to friends or family. Do not assume that people will not help you. Do not assume that everybody's going to judge you. Yes, some people will judge you, but others won't judge you. The worst thing that you can do is suffer in silence. As a confidence coach who's dedicated her life the last 3 years to serving women around the world, I have built a community of over 100,000 women around the world who come to me for support, for encouragement, for guidance on what they can do to rebuild their confidence after domestic violence in marriages. The worst thing that you can do is suffer in silence. Reach out for help. Do not assume that every married woman is happy. I will tell you this with utmost confidence. The women that we praise, a woman that appears to be happily married, and I know some really inspirational women that we respect because she's married to the perfect guy. In fact, she's married to a very religious man. Wow. That religious man abuses his wife and we don't know. But I know because they come to me for support. They come to me and they share with me what they will never share with the public. So do not assume because a woman is married that she's happily married. We hope that most women are happily married. But do not ever compare two women. In our culture, it's very common to make women feel inadequate for not being married. Hey, you should get married like that girl. She's happily married. Look at her.
We don't know if she's happily married. She might be getting abused. Okay, so do not go through domestic violence alone. Do not judge people's marriage. Do not judge women who've gone through divorce. Okay, reach out for support. The bravest thing that you can do is reach out for support. And this message right now is for women, for all women. If you're listening to this, if you're a woman listening to this, please make sure you have your own financial security. If you decide to be a stay-at-home mother, that's wonderful. Save money. Find a remote part-time job that you can do from home. If you can't do that, ask your husband to give you an allowance every 2 weeks, every month. You want to have your own financial freedom. You cannot escape what you cannot afford to leave. Okay? A woman with no access to money has no access to freedom and choice. So make sure you have your own financial security. This is not about expecting disaster. It's about having security of knowing that you always have a choice. So if you find yourself in a marriage where you are being abused emotionally or physically or financially, you have the freedom to say, I am going to exit and I will be able to sustain independently. A lot of women stay in domestic violence marriages because they don't have the freedom to leave financially. And no woman should feel trapped in a toxic situation because of money. And if you, ladies and gentlemen, you know anybody who's gone through divorce, let me tell you what you should never say to them and what you should say to them. Because this is very, very common in our culture and in the Eritrean culture. And a lot of times we say things incorrectly. And I used to do that as well. And let me shed light on this. If you ever meet a woman who has gone through divorce, do not ask her what happened. A woman who's gone through domestic violence will never tell you she's gone through domestic violence unless she feels really comfortable. And for the most part, she's just not going to feel comfortable to tell you that she's gone through domestic violence. By you asking her what happened, you are triggering the very pain she is trying to heal from. Do not give advice that she did not ask for. A lot of times when a woman says she's divorced, in our culture, it's very common for the elderly to give the woman advice. Do not give unsolicited advice. Do not ask her when she's going to get remarried. It doesn't matter if she's been divorced for a year or 5 years or 20 years. Do not ask her when she will get remarried because maybe she is still healing from that trauma. Do not congratulate her. A lot of people now are congratulating women for getting divorced. Congratulations! You know, cheers to new beginnings. I am sure God has a great plan for you. No, do not congratulate her because maybe she is grieving. She's grieving a part of her that she lost that she will never get back. She's grieving the idea of this perfect marriage and a healthy family that she wanted for the rest of her life. And now you're congratulating her. Do not do that. If a woman wants to get remarried, she's going to do it in her own time, not yours. What you should say, if you met a woman who you found out is divorced, you ask, how are you doing now? What can I do to help you? How can I support you? Not, let me know if you need help. Call me anytime. Nobody's going to call you when they need help. Ask them, how can I help you? I am here for you anytime. And if you really want to be a good human being, you're going to reach out to that woman once in a while to ask her, how are you doing? I just want to see if you want to go out for coffee. I'm just here for you. Let's go out. Let me take you out for lunch. Let her know that you are there for her and that she's not alone. Because the strongest people who appear to be brave and successful, even in their career, suffer in silence behind closed doors. And I know, because the majority of the women that I serve, my clients, are walking inspirations. You would even recognize some of them on television. They are role models, and they still go through domestic violence behind closed doors. And they have no one to talk to about it because it's embarrassing to them. And it's not. It's not embarrassing. The bravest thing that you can do is ask for help. In conclusion, when you see divorced people, give them the same respect and honor that you give to people who just announced their marriage. Do not pry into their personal lives. Do not give advice that nobody's asked you for. Don't congratulate. Just ask how you can support and go out of your way to check in on them.
to take them out, to say hello, to see if they need anything. Every woman deserves safety, financial freedom, and emotional wellness. The best thing that you can do for a divorced woman, because most likely she's experienced some form of domestic violence, is ask her how you can help. And if you have gone through domestic violence, or you know anybody who's gone through domestic violence, please remember that you do not have to suffer alone, that you can get out, and that you can find help. And if you are afraid to speak to anybody from the community, contact your local hotline or contact me. Your information will be private with me, and I would be glad to support you. Thank you, and I am very, very, very grateful to have had this opportunity to present this part of a woman's life. Thank you. Oh my God. Sabrina, you have no idea how much relevance your presentation today has to our community, because our community doesn't always get this kind of support and help. And this is kind of like I think first time I have ever heard in Eritrean spaces a woman speaking about women's issues, especially when it comes to divorce and how damaging it is and how it is a silent killer. I really, really do thank you for your powerful presentation, for your courage, for your passion. I really appreciate you for all you bring to our community. And this is a space filled with silence and stigma. And the way you support women to regain their confidence, rebuild their lives, and reclaim their dignity is truly inspiring. Your work reminds us that healing is possible, and that no woman should ever have to walk that journey alone. We are deeply grateful for your leadership, for your initiative, for all you do, your honesty, and for giving us all women hope, and that a brighter and happier future is possible. Thank you so much. We're so proud of you. We are so grateful that you are one of us. Thank you so much. Yeah, Thank you. Thank you لك الأستاذة صابرينا أمان. نشكر لك هذه المشاركة القيمة ولك منا جزيل الشكر. Thank you. Thank you so much, Sabrina, again. I can't thank you enough. ናብ ኩሎም ናብቶም ተሳተፍቲ ክንምለስ ምናልባት እታ ናይ ሳብሪና ፕሬዘንቴሽን ብእንግሊሽ ስለ ዝነበረ ዘይተረዳእኩም ክትህሉ ትኽእሉ ኢኹም። ምናልባት ተርጉምና ሓንቲ ግዜ ንዕኡ እውን ፕሬዘንት ክንገብሮ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ዝገርም ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ ፍትሕ ዝሕልፍኦ ፀገም እንታይ ዓይነት ኣዲመን ከገብርኦ ዘለወን ጥንቃቐታትን ብድሕሪኡ ኸ እንታይ ዓይነት ጥንቃቐታት ክገብራ ኣለወን እዚ ኩሉ ብስቕታ ነዚ ወለዶና ነዚ ናትና ሕብረተሰብ ብስቕታ ዝሓልፎ ዘሎ ፀገም እዩ። ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ከዓኒ ካብቲ ካባና ብሰንኪ ምጉዳል ናይ ርድኢት ይኹን ወይ በቲ ነውሪ ደለን ኣብ ልዕሊ ዘጋጠመን ሽግር ናይ ጃጅ ምግባር ወይ ከዓ እንታይ ዝበሃል ዘይምርዳእን ኣብ ዝዓመቐ ሽግር ከም ዝኣትዋ ከመይ ገይረን ይኣትዋ ከመይ ገይረን ከዓ ክወፃ ክእላ ዝብል ፕሬዘንቴሽን እያ ክትገብረልና ፀኒሓ ብጣዕሚ ዓሚቕ እዩ ደስ ዝብል ክንትርጉሞም ፍትን ኢና ምእንቲ ኩሉ እቲ ሕብረተሰብ ግን እታ ነጥብ እንታይ እያ እተን ደቂ ኣንስትዮሲ እቲ ናትክን ክብሪ ዓብይ እዩ ዝኾነ ይኹን ፍትሕ ኣጋጢምክን ማለት ሂወትክን ተባላሹ ማለት ኣይኮነን ከምኡ ዓይነት ምስኡ ዝመፅእ ሕልኽላኻት ምስ ዝህሉ ከዓ ሓገዝ ክትሓቲ ሓገዝ ኣሎ እዩ ናብቲ ኣብ ሎካል ኣብቲ ትቕመጦ ከባቢ ንዕኡ ዝኸውን ሪሶርስ ኣሎ እንድሕር ደኣ ደሊኽን ከዓኒ ንዓይ እውን ርከባኒ እያ ትብል ዘላ ሳብሪና ናይ ከምኡ በዓልቲ ሞያ ስለ ዝኾነት ኣብ መንጎና እውን ናትና ሓፍቲ ብምዃና ብጣዕሚ ንኮርዕ የቐኒልና ሳብሪና ደጋጊምና ነመስግነኪ ምናልባት ካብ ዘረሓፍተይ ብዛዕባ እዚ ክትውስኽዮ እንተዘየለ ነታ ትመፅእ ፕሬዘንተር ኢንትሮዲስ ክንገብራ
وأنا open mic ألنا أما جرج تحت لكن سابرينا at the end of the presentations that we have today, the 3 speeches, we have open mic. If you have any particular questions to ask Ustaza Sabrina, you can. So stick around. Thank you. I think we should move on to the next speaker. كله تقبروا زلهم engagement بتعامينا respect نقبروا يغنيلنا ካልእ ከዓኒ ሕጂ እታ ቀፂላት መፅኻ ካልአይቲ ሳብሪና ማለት እዩ ኣብ ሕብረተሰብና ብጣዕሚ ትምህረና ኩሉ ግዜ ብዩቱብ ኹም ብገለ ብዙሕ ብጣዕሚ ካብቲ ሳብሪና እንድሕር ኦንላይን መፅያሲ ዝኾነ ኢንተርቪው ገለ ክትገብር ከላ ሚስ ገይረዮ ይፈልጥን እየ ናታ ብጣዕሚ በቃ ፓወርፉል ዝኾነት ናይ ስነ ኣእምሮ ሓኪምያ መሃሪት እያ ለባምያ كله يا مالتي تسفانة تتمت ولودة نع خاني قالت سبيكرنا صابرينا سهلة نع ويلكم كجبراجن من الوقت نكاوسر حفتي عدل كبا أدمي نصابرينا بتقعدنا قبالنا مالتي يا تعقيد مالفتي أفتي تنتخد رياكت قبر تقولي هنا فيوري تعقيد له نود أن نقدم مشاركة الأخت صابرينا سهلة الأخت صابرينا سهلة غنية عن التعريف وهي عملها في مجال هذه الأمور في قضية القضايا الاجتماعية فنرحب بها الأخت صابرينا سهلة أهلا وسهلا ومرحبا تفضلي أو حجي كستاي بزعبا عمز كزارب اندي ماتي زلخو زبزح اوان اب عمز كنبل كلاناسي اب دك انستيو دقات من عمز دك تبعتي ودك انستيو نابلنا انا نزارب قلنا حجي بناي ابتناي سنة امورو سنة لبونا جمرو تخيناسي كل جزيس بمسرته كن حاسبه كنقلال لنا عمز كنبل كلاناسي نحاس أس 5 كستين وصلنا 5 فلوت انديو قالنا نبلينا ولا نتو فلوت كمان سخن فتشوا لنا رجع عمت كبهال كلوسي كاتا زنا أسد كن رياخ لناسي أنس نحدث سبت عميز يس انت عز قبر دول خطيلنا تا مجمريات تبقسا زلاسي دوب متحاسيا مالس كلها نحجسي دوب علنا نحن زولك أو درة دبهال إذا حج بزعب ولك أو درة كي تزارب ناسي عمس كنزارب سي كستاكوينو عيسمعنا أنا خمز نزلل دلنا ننطرو زلنا خوين نسمعنا مهناتو ولك أو درت إلنا مسترد أنا شعب زعب عمس مهناتو ولك أو درت قبل كل خص إذا personal boundaries بهالنديو انتي مالتي نسو إلنا حدا قفي حار استيونسو مسانا زولد من مخانا أنا سي مستولك أو درتي زولد كلها أنا أخا خوب مالتي ولك أو درتن كبرتن كأتا تحجيز مالتي حجي والقاو دارت مالس حدا قلعسي سب مخانوسي مسل كبرت الله مالتي ولد مسبله كسمع له ناتو دليتات كتمال ولا كحاجه ولد ندقوم مالتيو تتعبابي انا هناون قال ارست انديو قلعه خمجرنا نعبي بحبرتسبنا قال ارستي جن اتنا حنا والقاو دارت زبحاسي عين فولطن كان مجمري يزطحس مجمري يزطحسلنا ولدنا كيتردقوم مالتي معناتو بتناتهم دليتهم زخودو خمس تقبر كم تقبر لك خمس تقبر لك أقلنا ولو ينقرو خام بتنات كات حساسبات سمعت كخت قلت عارف قدر كان يخم كل عملته حتى كم مسروتو سي عمس كنا زارب تخوينا حركة سن بدنا خلنديو ما جمر يعدو عموت ناس ولدنا عمدولو مالتي كي تردو كاب ولدنا تحبرته سمالتي بيت مرتي قلت كيت كلها نعبها ناقو بس كم سكت كاول قدرت كون يتفلتن حجي نحن عبدنا يدك أنستي إحنا زارب كلنا سي التعاقنة ديجري إذا قد سنة زلوا مهرامن مقطعاتن قتلاتن موتن مسكونة وأقلن بالشعوب وعمل دوك بلا علو أقلن بالحجي بلا على سلنا جمهور زلنا بمسرات سلزين ريو دلنا يداقاقب مخنياتو حجي كم زي كستين قبر مالتي أبتنا crisis intervention أبتنا كله لاوسي أو إنا كم يجرنا خنو قدو كم يجرنا دك أنستيو خاب سوقتن زقط قطوان كجلا جلا زخلا انت على ريسورس جلا نبل إذا كجبر يقولون يكون كن دبل الله جن إذا سي أبتل على الأرز مسبتحي بمول وبنك يرنا خنا القصة خينا عم إذن كم سرّت خنا له كل سك فتش الله مالتي حتى ولك أو دارت كنا بكلنا عند حرزير دعنا له أنا سبك ولا تعمت أوديو أزرار بأوديو اتناتو أكايدو مسايزولو
كتصمم خلي ولا حاجة صرف نورمالي نوستو صرف دا قالت بالقلن أبت نحن هبرة سب كون نورمالي قالت بالعمز مخانا عين فلتون يتصرف سب زخنا بلن قال من تحت دحرجن كحرمن مش جمر حدا سب وا أتاقدف قالت بالأبعد رايت عجبنا حجسي تي ولقاو درتين نحر كل جزء تحستو خوينس كم مجمري أسنس بقى دين جمر شو عمل زبحال سي وجد ناي أبدك أنستيو خون ولا أبدك تبعتيو مهناتو ناي دك أنستيو ترايتيلنا تزاربنا كستعي فرق حويح دبها ليلة نقول له حجسي أو كنبلينا لنا بحق ديو بسرعة ديو بريسورسنسي بقى قوانا ستيت تترم يلان تقتل يلان نهالو قلت خالو سرا ورحي زول عمسات كأي قتلالو كالا قرص حزي زمت شو وي ميبي اب حدا بوينت دك انستيون دك تبعتي زعمت على الاواني مصمو شو دحن بقى حجي قدينا دينا حنبل بقى ما حجي يسحان ودا كم عندنا نيرنا حجي اجيدو منا بنا حنسوم كاخ قالوس يوم شعو نسوم كا قال جيروم قال متى سراريهم بقى كم زدنبه تقبر مالتي دك دنبه دك انستيو دنبه دك تبعتي لك كل جزء وق يخون مالتي حجي ازي كم دك سبات كم سبات اندحرينا عمص كعب مسروت يو تبونك يروحوا قحف دول وتيلنا كابتا زنا أسد تازرقينا خنجمر زلنا تازرق خا مستزرقت بقيلا قرب ياخدكم حجي نتازرقي خا زي اسك تزرع يبلاني نحن بدلنا نمبر أقربكم قرص كنو علم ودعتا يقول مالتي حجي بخوب مسي أبزنا يبانا منتال هز ولا أبز زقربو مالتي زنا مدب إهن مهن قلا كل بيت مجمريا بمسروت حيز ناسي اتدين الزاربولو حجي بخا معي تاول قاو درتنا ندحر زي نفلقات تخونا زي تردأنا تخونا سي عام سن خنا نقصين خلينا حجي نبعلا زي أس عبار استيا مالس خمي يدو تحاحاز قال خنو تخونا سي أبت حبرة سمنا خمزي كستاجيرنا أنا نوستو خمزي إن شاء الله زي كم زي ملكتنا مالس والقاو درت personal boundary ناي تعادو نا أمريكا قال لك خابي أختم تيوزل خنبل نخلينا نحن ناسكم ما ينفلنينا بحبارينا ننبر ننحر حنا نات ما ساسرنا قال عامل كتناني خنبل نخلينا جن بزعبنا يبحلن كبرتاتن تي سرعتنا حاجراتن قال لنا يكون كن زارب دلو طعنا امرو طعناسي بزي قدس ابزخونه حاجر ابزخونه بحلسي ولك او درسي مثلنا يسبي ولا هندي يكون ولا تشاينا يكون قال سب مخانوسي مثل كن بالكلنا كبرت مالتيو مست خبرت مثلن كاولك او درت علو حجي كستا يخوننا يتحاوسنا خوين سمعني كما جيرناسي نفسنا حجي اخيلنا قال زبهر نجر يلا انا حجي عبيت خوينا بزلنا قال ولك او درت ناسي كنفلط او خنلليو كنمولسودو نخل مهناتو فحتي لنسي انتاي خماني انا انتاي ولك او درتي نينا حراي دبل نينا نونو ازبلو منكو بزحت على زين فلت ولا دق تبعتي ونالو زبزحنا قلنا دق انستيو كم مؤزوزات كوينا ايش بحال تقلخن كونسلا زتململنا زيادة نحنا نهسه نفسها تقيتك سمعتك تقيتك نخالي سبيلك من باريو بقى حانت قوالن ستيتسي بخلو انت نقاسي بقى تا الله تبهاسي ولا خم موديل تقصرسي مئزستي بقى تناتا سمعت كبيراس نخال قال من بار تبجو قالنا لعلينا نسقل ولا زناي دراماتات وي فيلمتات دسرحنا تقرنا خوم يا تا قوالن ستيت تسال الساخ زي تعيتك ግን ኣብቲ ንሕና ሕብረተሰብ ከምኡ ተኮይነ ኣጓልን ስተይቲ ክብርቲ ንብላ ነቲ ናይ ዘይ ናይ ጥዕናሲ ክብረት ሂብናያ ነታ ጓልን ስተይቲ ሽዑ ኩላህና ንደም ኣለና ብውሽጥና ማለት እዩ ንሳቐ ደሓር ምስ ኮነ ማለት እዩ ማሕረምትን ቅጥቃጥን ሞትን ምስ መፀ ሽዑ በቃ ከምዚ ኢደ ኢድካ ኢልና ገለ ንግበር እንታይ ኣሎ ፍታሕ ንብል ሕጅስ እቲ ሕቶ ክሓተኩም ደልየ ደለኹ ሲ እንድሕር ብሱሩ ዘይረኣናዮ ካብ መጀመሪኡ ካብቲ መሰረቱ ሲ نخول جزيسي بقى زي ودا ناي كرايسيس انترفنشن ناي قلولاو او اتيخا فتح من لاي طري اخدكم نخول جزي از كله دغبر دولو بناي دق انستيو خاسي نمنتاي زداغاغم نمنتاي دو ديبل كمان كون حتتيناكو كندي كامبين جبر كندي استمهورو كندي مصنعتي جن كل جزي عمصالو از خماس كتحساسبنا يدلو قال نغرسي درسعنا اللو دي قال تجاجينا لنا دينا قال حلفنا اللو دي الناس كن حتت علينا عجب هذه عامنك قد فوكم ماني زخانة الله هذا حنا بتدحر إيهم هن بحلول wow I'm not surprised نايبا حق surprised دا يكون كن كاب سابرينا
زصبيه كل جزء خمس جيركي أخي رأسنا عند خوحكوحكي نس نفسنا خم نكاتع تجبرنا حج خعبتنا يدك أنستيو سبيس بحلفي ما لسنس ندا سمعكم قصي كجرمت أني حنو حدا جزء جيجا حتى عند حاتيتك نايتخد حتى زقباك حتى ملسي أي متسكاني كال حتى عند حاتتنا إنا نشجر زلنا مالتي حجي زياد صبغت هومورك يعني كلنا تخوينا إنا كامبين أبلع الكامبين إن دا قبرنا خلناس شجراتنا يفتحون حدا جزء تم صعبينا قال يوم نفتحوا مينا نتنقورو كامبينات قل كله يكونه سلازة ثانك يو سابرينا كم زي نتسألماتي لامبارينا غير كلنا اللخي أبت لامبارينا بريزو لخ ندلينينا تن كوينة زين سلري على ناينين امن ندحر على بسألمات كل كسيخ عنك فكاي بسألمات واكت قبر كلها نتن امن سئلي وان يختب لنا دلخ تن امن انتاي مغانا نقل identify تنزعن كفانا دلوا ولا زقبرنا تقبرنا سي شجرنا نخيف تحت زقبرنا دلوسي انتي مخاني اخي كنا نفسنا حتى هومور كيف كنا زلا يعني لنا بتعمي ممهر سريحنا خن متسينا هومور كنا بتعمي زيلا بتعمي مسكنا كنا بحق بقى مش الله كم زحار حالك زيسي بقى زي زلينا ولا نخت حوي ولا نخت حممزي ولا انتي كم زقون زوكاري فلت سؤالك أو تبلون لجزيتات الله كنت خو خوينا خين خون مجمر يحسي ناس بوموني شعور نقالينا مالتي مش كومي زخون دل يا أني لنا بتعمي سابرينا خم كل جزء لعل كبر لنا باخي كما خن السخن نقلميت متسيخن فتحويانا خت مرحانا خاني لعل تسفانا مالتي زي لدحن كاوزر حفتي كعد بيني كنت تكمل ثاني اوكي تصوت excited كوينة مثلا كانوا excited لك منا جزيل الشكر على هذه المشاركة القيمة الأستاذة سابرينا هايلة إتي مويانا ناتكسل زخونة أفتنات كنا مويانا كنا أتينا كودما عابي مهرة مهرنا اللقيا حنتي دس بلتني استخص بالكيا يا يسمع لهمش هو اوكي انت start small يعني let's start كابتي زر ادي خذ بالك زر مسكونه دحرنا بتيز بعلنا بقرب يغير الكي that is profound truth in it مالتيو لما انت يزغون نجر كابنيش تيزي جميل كايو مس عابيه قرب دو مقراط حيش ولا ستا زرقي تعريات طبق زرقي أطبق حمد بسويل تأتوي عينه يقلل سلازي إتي شجر خم قرب كوينو معنا زلو خم قوبة كوينو معنا زلو كافتا نيشتي بليا أمي تيز بحال كابو خدجمور لك انتايو تي شجر انتايو إتي خمزي جيرو أب عامت انكولوس عامت كوينو رأينا عامت كمي مهرام انتخي باتري جيركا خيط كتبلا إذا عامت كوينو معنا إتي سايكولوجيكال عامت ألو أو انكولو إتسب وتي سبأيكي يخون عرقي يخون حطيكي يخون ولا زخون يخون ولا حوكي يخون انت دا نسخسي وقاي بالكن نسخسي نشتي اخي نسخس انتي تفريسخي إلو ولا بأفوكا خمي بلكني بتقباراتو يرئيكي شو قاعد تشجر اي نوري اون كنا بتقبارات كومي يرو عامت كرئيكم كله ازي عامتات كوزدلكي وخت نقفيو خت تصريو خت محايشي اوكي سو نسو نمهر لنا مالتيو تعامت تهم نفلط عامت تراديشنال عامت ايخونا نايلومي تعامت كمايو اتي ناي بحقي ناتكي فاليو سمول زغبرو سخص فاليو زي بالك تخونكي ويدما كونفيدنس داي بالك تامنيخ قلتي كتامنيخ بقليل كتامنيخ نمنتي ابقرب يخزلغي جن صبو كونفيدنس تلك بنفسخي I am okay I am not perfect but I'm okay تبلو تخونكي زمات أي تنكفكني زمات أيمزا ناي psychological عمت يخون ناي كلا عمت يخون أي كمتي أوش تغس أي كأتوني بابدمك وعصمخي أي كأتوني okay so يا عباي أستمهره هيبكنا أنا مسكناكي حفتنا أستاذة سابرينا سهلة قدم حجي I think حنتي تعرفاتنا لا سبيكر فيفن لين قدمنا أو مسجارنا قرب إن شاء الله
قال عينة بورين كيخون قد ما دخل نسمعكم قد ما نسمعكم أوكي أبي اللغة كبر حونا خب شيكاغو كدانة تسفع أنت اللغة نعسك خفت توتين هتكا كدانة تسفع أمون دامس قلنا إن حفتنا سابرينا thank you so much for your participation ብዙሓት እንታይ ይብሉና ኣለዉ መስለኪ ድሕሪ ሕጂ ሳብሪናታት ክውለዳልና ኣለወን ዝሕብረተሰብና ከድሕናና ዝኽእላ ሱፐር ሂሮይንስ ንዓና ማለት እዩ ጀጋኑ ደቂ ኣንስትዮ ሳብሪናታት ንቕድሚት ከቐኒልና Thank you ሳብሪና ሳህለ اوكي كبر حونا كدانة تسفع مرحبا كدانة تسفع اوكي مجمرة سلام نقول لخاتكن بتعمي دس دبل زربائي سمعت انيحي بتعمي ابقن ميخن كوينة تازلات النعقمي كبركت مساخاتكن مستافي بتعمي دس دبلن سلازي نابتها دالي هذا الخوقت مخاتي امو نيشتي مزيكا غير جمرة كي يبزحخو لازم تسني لكم تسمعهم مني بتعمي مسكن يغني لي دقيمة اوكي دحان كوني زي تبلا انت نسخان انت نسها بدلا انت نيركم زي حوي بسلا كابت هرما خابت تسكن الله كابت سيطن كابت قتلا ود أدام انديخا يهد زي تبلا مسنمع انت أبيخم اي تسنانا نمو دحان كوني زحفتي زي تبلا عبل علتها الدن فقرن عبل علي أخون كاخم أراويت كتعنهن كم دمنيها كراس حيل كاخت هادن أنتان تاي بديلات كاتا مسكين عبل علي كندزخ تشكن عديخا مذكر اتي خاب كرسا مسبل كافتر تان عخاق الميخاس تعني لا تفكر حجك الميخاخ تسطحه زس دمم سكيتر انتاي مستسمعك ديخا تتبدل حلنا خامس قرودو عمت ولاديت كاخ تقبل نلك خادي أدن ديا اتا حزلت كاب محزل شنت خاط ريقا صباقات أبيخا زبلت كا اقر تخل زي إماني وازان نخت الزاروبو زاس كاك حجيك كاني نزسمع نزعزوبو نأفكاريتو نسبيتو قتيلو واخ بحال فساس حاويو نوشت خازبلك كا قال تبلو يتشنك كا تسئنا اللوز بحال قال نابي كيدكا مبال فقري نابي كيدكا مبال معري نابي كيدكا مبال فنجح مسنقلي نزي رسيعكا نسخاريخا ولاس اتسيطان اكي نابي كيدكا تمبال حقفكف نابي كيدكا اتشويتا طبعا تنكفكف نابي كيدكا عبتقولنا مبال عتفصف نزي تحرم كاس نفتاويتكا تنفاسخ تكلف عتا اتو بيتكا ديخان سبيتخان زي بلو كسان حكايو منفس بيتكا تداهلو عتا اتو مو بيتكا فقرخان تنحفتخان زي بلو ياو كبلكايو غزخا زحيلو عقلخا خصبكايو تشكانخا نستوعيلو انت نسخا بديلا انت تانيحكم زي حوي بسلا كابت هرما خبت تشكن الله كابت سيطن كابت قتلا
ود عدام انديخا أجوخي زي تبلا مسممع انت أبيخم أي تسنانان ومزحفتي دحان كوني زي تبلا مسممع انت أبيخم أي تسنانان ومو دحان كوني زحفتي زي تبلا كبري نديتات كدان تسفى يغني لي